يلا جبلكن آخر أخبار وفضايح وتسريبات الملف السوري يلي عم بيطلع منه أشياء يشيب لها الرأس. تمام، خدوا هاي. مو طلع في 300 ألف موظف وهمي، هدول بس على الورق، على السجلات، وبيقبضوا راتب كل أول شهر. هلأ متذكرة أنا وصغيرة كان في رفيقتي أبوها له وظيفة كتير كبيرة بالاتحاد الرياضي، تمام، وكان معينها لبنته موظفة بانه على اساس هي مدربة سلة، وطبعا هي ما بتعرف كرة السلة من كرة القدم، وكان تقبض راتب على جهودها الجبارة. ويا حرام الموظف يلي ما له واسطة إذا تأخر ساعة بتلاقي بيجي عقوبات وإنذارات. عن جد يعني شيء مقرف. ويمكن في منهم خلصوا وتقاعدوا هلا، يعني هن يمكن ما بيعرف وين هو الوزارة أو المؤسسة اللي بيشتغل فيها. خلصنا منهم هدول. خدوا هاي، طالع ابنه لمحمود الزعبي اللي هو كان رئيس وزراء بسوريا، ويلي انتحر سنة 2000 بثلاث رصاصات براسه، لأنه هو عرفتوا عليه حيط شمينته، هو حيط مسلح، يعني 3 رصاصات لا قتلوه. بتعرفوا لأنه هو كان مخه فذة، عرفتوا عليه كيف؟ طبعا هن قتلوه. عم يحكي هلأ، طلع وعم يحكي إنه بشار الأسد هو يمكن اللي سرع بوفاة أبوه لأنه كان يلعب له بالأدوية. تمام، وبعدين طلع حاله رئيس، وإنه هو اللي شكله قضى على أبوه. وخدوا هاي كمان، ومو طلع كمان تسريبات إنه طلع بشار بثار بيعرفها لسيدة البطيخ من سنة 92 وتجوزها سنة 2000، وأبوها أبوه ما بده إياها بالمرة. يمكن حاسه قلبه إنه هي سرنوة. لا هو يعني منه قليل، يعني هو طبعا معروف، بس هي شكلها هي ليفل الوحش. تمام، فشكلها أكلت الجو بسرعة. مهم، وعم يحكوا إنه أو التسريبات اللي طلعت إنه حافظ الأسد كان يتجسس على بشار ببريطانيا. والتقارير هلأ طلعت كمان عم تحكي إنه كان يقابلها لأسماء ولأمها لأسماء، ومو طلعت أمها لأسماء لعلاقة بناس بالمخابرات البريطانية، وشكلها هي أسماء كانت تشتغل معهم. لأنه احذروا ليش، لأنه فجأة توظفت بوظيفة كتير كبيرة رغم صغر سنها ببنك جي بي مورغان. يعني هذا ما حدا بيدخله ليكون عنده خبرة كتير طويلة بقسم كتير حساس يلي بتتعامل مع شركات البيئة والكيماويات وهالأشياء بآسيا وبالصين، شكلها تلم معلومات. فهي يعني حدا بروفيشنال، يعني عرفتوا علي، ما فايتة هيك، يعني مش إنه جونيور وهيك فايتة، فهي فايتة على القصص يعني بقوة، عرفتوا علي. فمشان هيك البلد ما لقيت معها لوحة. يعني بشدوا حالهم شوي. حكم ثياتو وسيدة البطيخ بيدخلوا موسوعة جينيس لأعلى حكم فاسد على كوكب الأرض. ايشوها يخرب بيت قلبكم، شوها ما يعني ما في شي بنعمل ما عملتوه. هلا بيكونوا يمكن عم بيقولوا والله نحن قصرنا شكلنا حتى وصلنا لهون، كان لازم نشد عليهم أكتر. الله لا يسامحكم.